بيكم فيديو جديد ومعاكم نهى من شركة ايفون. والنهاردة معادنا مع فيديو انتوا بتحبوه جدا، يعني انا اكتشفت ان انتوا بتحبوه جدا، وهو الفيديو بتاع الايميتز او الفوارغ، المنتجات اللي احنا خلصناها ورأينا فيها، هل هنكررها تاني ولا لا، وهل الحاجات دي لو اختفت وبطلت تنزل هل نتمنى ان هي تتوفر تاني ولا لا. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا تعالوا نبتدي الفيديو بتاعنا. من مفضلاتي وهو البابل بيس بتاع جود نايت سويت هارت، ده يعني العشق كله. وبرضو هو تم تطويره او بقى بيظهر باكجينج جديدة، ولكن برضو مقل في الظهور، يعني بيظهر احيانا كده في العروض الداخلية بتاعة الاعضاء، فين وفين ما بيظهر في البروشور، مع انه من الحاجات اللي محققة مبيعات عالية جدا في الشركة. فانا معرفش ليه الحاجات دي بتختفي، الحاجات الحلوه ليه بتختفي. كان عندنا اصدارات كتير حلوه قوي قوي من البابل باس، كان عندنا مانجو كراميلو، كان عندنا حاجات كتير وكاب كيك، ومعرفش الحاجات دي كلها ليه اختفت، ليه كانت جميله وروايحها حلوه مقارنة بالإصدارات الجديدة اللي عملوها. أنا في حاجات كتير في الإصدار الجديد بتاعها ريحتها اختلفت، زي ريحة الياسمين مثلا، ما بقاش ريحته عامل زي الريحة بتاعت زمان. في حاجات كتير روايحها اختلفت عن زمان. دوت انا جربت الاصدار الجديد بتاعه وريحته زي القديم بالظبط، ولكن زي ما بقولكوا كده مقلة في الظهور. برضو من البابل باس اللي ظهر معانا مؤخرا، وهو الجوس بريست، اللي هو المفروض ان هو بالزنجبيل والكلامنتين، حاجه كده زي اليوسفي. بصراحه انا برضو ما حبيتهوش. بصوا انا عاملاه ايه، عاملاه هاند سوب، بفضيه في البامب بتاع الهاند سوب، وبستخدمه غسول للايدين. طبعا بخففه عشان خاطر يعمل رغاوي كتير. بالنسبه للاصدار اصلا بتاع ايفون سينسز اللي هو ديليكيت مومنت، ده كان رائع وكان بيرطب الايد جدا جدا بصراحه، وكانت ريحته حلوه جدا، كان تفاح كريمي كده. طبعا هو مش لونه اورنج كده، ده البابل بيس اللي انا كلمتكم عنه، بس انا طبعا بنقل منه حبه، كل ما الازازه بتخلص بملاها تاني وبستخدمه غسول للايد، لان انا ريحته بالنسبه لي ما كانتش افضل حاجه بصراحه. واخيرا هنتكلم عن منتج برضو بطل ينزل، وهو الايفون سينسز ديفاين تايم، اللي كان بالفانيليا والساندال وود. كانت ريحته جميله قوي وهاديه قوي، وكان برضو شاور كريمي يعني بيرطب، وكان حجمه كبير 720 مللي، بيقعد كتير جدا. كان رائع. بصوا هو نفس الجو بتاع الفانيليا والشموع، كان حاجه كده للاسترخاء جميله، كانتش ريحته نفاذه اوفر. والناس اللي سالتني هل هو شبه الريحه اللي بتصدر من ايفون سينسز اللي بالفانيليا السبراي، لا السبراي دي ريحته مسكره عنه، ده ما كانتش ريحته مسكره قوي زي السبراي بصراحه ريحته احلى كتير. ولكن هو كشاور كريم ما بقاش بيصدر، اختفى خالص هو والانواع بتاعته، يعني كان بيصدر منه انواع تانية، هابينس و وايت ليلي او حاجه كده كان اسمها ليلي، مش متذكره قوي، بس انا كنت عامله لكم برضو عنهم ريفيو الاربعه. وحتى الديفاين تايم بقت ريحته متغيره في الاصدار الجديد، بقت ريحته مختلفه. زي ما بيقول لكم الاصدارات الجديده غيروا الروايح بتاعتها، معرفش ضافوا عليها ايه، بس الروايح الجديدة ما بقتش شبه الروايح القديمة 100%، يعني 100%، لا في اختلاف. ونكمل مع بعض منتجاتنا اللي احنا خلصناها ورأينا فيها ايه. ومعانا السبراي من اللاين بتاع ادفانسد تكنيكس، اللي هو كان بزيت المارولا والارجان. السبراي ده كان رائع. بصوا انا يعني لاخر قطره يعني عايزه اطلع الحبه دول، مش عارفه اطلعهم. السبراي رائع جدا، ومعرفش ليه بطل ينزل. انا السبراي ده كنت مسمياه السبراي بتاع المهام الصعبه.
هو كان قوامه نصه زيتي ونصه مائي. كانت ريحته لطيفة جدا وبيسيب ريحة فواحة وقوية جدا في الشعر. وكان لما بيكون فيه بقى تشابك شديد جدا كان بيفك التشابك ده، لان طبعا فيه زيت، بالاضافة انه بيدي لمعة وريحة قوية جدا للشعر وتغذية. يعني كان بيعمل حاجات كتير قوي حلوة. فده من الحاجات اللي لو توفرت تاني في ايفون اكيد هجيبها. من اوريفلام كان في زيت اللوز الحلو اللي هو المفروض للشعر وللجسم. انا بصراحة ما بستخدمش الزيوت دي لترطيب جسمي. انا بشوف ان الزيت يعني قوامه تقيل قوي على ان انا ارطب بيه جسمي حتى ولو في الشتاء. انا دايما الزيوت بتاعت لاف ناتشر من اوريفلام انا بستخدمها على الشعر. وبصراحة الزيت بتاع اللوز الحلو ده كان ريحته احلى بكتير من زيت الافوكاتو. في من نفس الازازة دي بينزل الافوكاتو. فاللي حابب ان هو يجرب الزيت بتاع الالموند ده رائع وريحته جميلة وبيدي ترطيب جميل للشعر وريحة كمان حلوة. فده ان شاء الله هكرره تاني بس لما يكون نازل في عرض حلو، لان اسعار اورفلام كلها ضربت في السماء. فانا ما بقتش قوي من محبذين ان انا استخدم منتجات اورفلام بسبب الاسعار المبالغ فيها. من الحاجات برضو اللي بطلت تنزل وكانت روعة وهو حمام الكريم بتاع ادفانس تكنيكس لاين دوت. كان بزيت الارجان المغربي، هو بطل ينزل وبقى بينزل اللاين الجديد المفروض بالارجان وجوز الهند. ده كان بيغذي الشعر وبينعمه وبيديله ريحة تحفة. يعني ممكن ريحة شعرك تقعد فواحة يوم 2 من ريحة حمام الكريم ده. كان رائع 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 وكان بيغذي جدا وبيرطب جدا. بصراحة كان ممتاز. معرفش ليه ما بقتش تظهر الحمامات الكريم دي معانا في البروشور، بس لو اتوفرت اكيد هجيبها. وانا اصلا كده كده عندي منها الانواع التانية. عندي الاصدار الجديد بتاع الارجان وجوز الهند، وعندي كمان بتاع اصلاح الشعر. هعمل لكم ريفيو ان شاء الله مفصل عنهم. ولكن ده رائع. واللي بيقوم بدوره او شبهه شوية البلسم بتاع ادفانس تكنيكس في كل الانواع. بصراحة ممتاز ومعظمهم روايحهم حلوة بيدوا نفس الافكت. كل واحد بقى بيقوم بدور هو بيبقى مكتوب عليه، سواء بتاع التساقط او بتاع اللمعان او بتاع الكيرلي. كل واحد بيقوم بالدور بتاعه. ولكن معظمهم ريحتهم حلوة. انا عامله لكم ريفيو عن كذا مجموعة ممكن ترجعوا له باذن الله. اللي عندي ولسه ما عملتش عنه ريفيوهات هعمل عنه ريفيوهات في القريب العاجل. ولكن اللاين بتاع ادفانس تكنيكس ده من اعلى اللاينز عندنا في منتجات اصلاح الشعر التالف او مواجهة مشاكل الشعر في العموم. من الحاجات اللي قربت اخلصها وكنت حابه ان انا اكلمكم عنها اللي هو السبراي بتاع اوكسي بيور. ده سبراي بيعمل على حمايه البشره وترطيبها. السبراي ده رائع لو انتي مسافره بحر، لو انتي رايحه بسين، حتى لو انتي قاعده في البيت في ظل موجه الحر الفظيعه اللي احنا بنمر بيها دي. بترطبي كده على وشك، بتحسي ان انتي يعني حاجه كده بتدي ترطيب ونعنشه وفوقان كده وميه. حاجه سبراي كده. انت متيش بتحطي كريم بقى في ظل الحر اللي احنا فيه ده، فبيدي احساس حلو جدا. بص هو ده اللي فاضل فيه. فانا عندي واحد تاني ستوك، هو للاسف ما بقاش بيظهر معانا كتير. بيظهر احيانا في مجلة الاعضاء بس ما بقاش بيظهر في البروشور. مع ان المجموعة دي من اروع من اروع من اروع ما يكون، سواء السبراي سواء الغسول سواء الكريم. وانا كنت عامله لكم عنهم ريفيو. فده انا حبيت ان انا اكلمكم عنه عشان لو لقيتوه على اي جروب او لو نزل تاني في البروشور او لو نزل في مجلة الاعضاء تلحقوه، لانه منتج ممتاز وبيقعد كتير على فكرة. هو حجمه 100 مللي بس بيقعد كتير جدا. من الحاجات السحرية في مفعولها هو الماسك بتاع كلير سكان اللي هو المفروض بتاع الرؤوس السوداء. الماسك ده زي ما هما مكتوب عليه ديب كلاريفاينج. هو بينظف البشرة بعمق. انت بتحطيه من كتر ما هو بيدخل في المسام، انت بتبلك مسام وشك من كتر ما هو بيتعمق وبيتغلغل في البشرة وبينظفها بعمق جدا. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين انا يعني خلاص ما فيهوش غير مرة واحدة. وهو بمستخلصات الكاموميل. من اروع الماسكات اللي موجودة في ايفون حرفيا. وبرغم ان انا جربت البينكي كلاي، ولكن انا بصراحة بحب ده اكتر. بحس بنظافة
مش طبيعية. بالاضافة كمان ان هو بيبيض البشرة، يعني انا بحس بان انا بشرتي فتحت درجة درجتين بعد ما بستخدمه. بس معرفش هل تأثيره في تبييض البشرة ده مع كل الناس ولا هو بيعمل التأثير ده معايا انا. بس يمكن التنظيف العميق بيخلي البشرة لونها تفتح. مش عارفة تأثير التبييض ده جاي منين، بس أنا كل اللي يهمني إن هو بيقوم بدوره على أكمل وجه في تنظيف البشرة بعمق متناهي. فده بصراحة ما تفوتوهوش يعني، وأنا شايفة إن هو مناسب لجميع أنواع البشرة. يعني أي بشرة تقدر تستخدمه، وبعد كده بعديه تونر وترطب. من الحاجات بقى اللي انا مخلصه منها كتير كتير اوفر، يعني مثلا الاستروبيري اللي هو الليب بالم بتاع ايفون كولر ترند. الاستروبيري بصوا، يعني انا حتى اللي باقي انا مطلعاه بأداة عشان انا بستخسر ارمي هفوة منها. عايزه اقول لكم ان انا فتحت ريحة البالم جاية لي من ورا الكاميرا. ده ريحته عامل زي المصاصة بتاعت الاستروبيري بالظبط، ريحته رائعة. انا بحب كل اللاينز، بحب الستروبيري، بحب البيري اللي هو التوت، بحب الكاندي كورن. الشوجر كوكي مش قوي بصراحة، يعني من الحاجات اللي بقيت مؤخرا مش من مفضلاتي. وفي كمان اصدارين جداد بالكوكونات بجوز الهند وبالفانيليا، دول أنا بجربهم وهكلمكم عنهم بالتفصيل. بصوا دي تاني واحدة كمان قربت تخلص، يعني انا كنت فاتحة الفراولة والكاندي كورن مع بعض، ودي اهي برضو على وشك ان هي تخلص. انا ما بستغناش عنهم، انا وبنتي لا صيف ولا شتاء. يعني الترتيب بتاع الشفايف دول عندنا 2 3 مفتوحين على التسريحة، يعني انا وبنتي بنستخدمهم، منقدرش نستغنى عنهم. وما بستخدمش اي ليب بالم تاني غير بتاع ايفون كولر ترند. انا حرفيا يعني واقعة في غرامه. من الحاجات اللي انا كلمتكم عنها مؤخرا على القناة، بس انا شلت الليبل بتاعه، الستيكر بتاعه، وهو كان سكراب من لاف ناتشر، كان بالتوت والستروبيري على ما اتذكر. بس انا طبعا يعني بشيل الستيكر وبستخدم بقى العلب. انا بحب العلب دي جدا بصراحة، العلب اللي هي مدورة وفيها قدر من التسطيح كده بستخدمها استخدامات كتير. فعشان اخليها شكلها لطيف بشيل الليبل واشيل كل الستيكرز اللي عليها عشان يبقى شكلها كده حلو. بالنسبة للسكراب دوت انا عامله لكم عنه ريفيو بس بشكل سريع. هو في حبيبات شبه الفراولة وفي حبيبات تانية صغيرة بيعمل سكرابينج بسيط جدا للبشرة، ولكن هو بيسيب ريحة اكتر من السكراب، فهو دوره ان هو سكراب. فهو كسكراب لا، هو ما بيقومش بالدور اللي مطلوب منه على اكمل وجه، ولكن كريحة هو كانت ريحته جميلة جدا. كانوا مسمينه المربى، سكراب المربى. ده برضو انا كلمتكم عنه مؤخرا من اوريفلام. انا خلاص يعني شبه خلصته، وهو الماسك الليلي بتاع نوفيج، وتقدروا تروحوا تتفرجوا على الفيديو بتاعه. ولكن كده باختصار هو كريم ليلي مغذي مش ماسك ليلي، يعني مش الحاجة اللي هتحطيها قبل ما تنامي وتصحي تلاقي نتيجة مبهرة. زيه زي اي كريم ترطيب عادي، ولكن بيدي تغذية مضاعفة بس. لكن البروباجندا اللي معمولة عن نوفيج ومجموعات نوفيج ومش عارف ايه، خصوصا اسعارها خيالية، انا شايفة ان هو ما يستاهلش السعر المبالغ فيه دوت كمنتج. غير بقى ان الباكج فخم بقى والحركات والتركات بتاعتهم، ولكن انا مش بدفع فلوس في باكج، انا بدفع فلوس في منتج عايزاه يديني افكت على البشرة بتاعتي. نيجي لاخر حاجة معانا في الفيديو بتاعنا، وهو الكريم بتاع نيو اللي انا برضو عامله لكم عنه ريفيو، هو والمجموعه بتاعته كامله، اللي هو سنسيتيف بلس دول كولاجين كريم. وده برضو من الكريمات اللي ما حازتش اعجابي قوي، يعني مش هكرره بمجرد ما هو يخلص. انتوا شايفين اهو خلاص في النهايات بتاعته. هو كريم اداؤه متوسط لطيف على البشرة، لا تقيل ولا خفيف. هو يبان لكم ان هنا قوامه تقيل، لكن هو على البشرة بتمتصه بكل سهولة. بس ما ادانيش الترطيب اللي انا عايزاه كأنا بشرة جافة. هو معمول للبشرة الحساسة، يعني الناس اللي بشرتهم حساسة اكيد هيكون معاهم كفء، لكن انا بشرتي كبشرة جافة محتاجة ترطيب اعلى. لكن هو ككريم في العموم هو كويس، ولكن محتاج ناس عايزة ترطيب متوسط. وريحته لطيفة، ريحته مش يعني ما تضايقش، ريحته كويسة.
بس انا عن نفسي مش هكرره تاني لان هو مش متناسب مع البشرة بتاعتي. اما بقى بالنسبة لكريم العين بتاعه والغسول فبصراحة رائعين. غسول كريمي بينظف البشرة وبيسيبها مترطبة، وكريم العين اللي من اللاين ده فوق الممتاز بصراحة، من أروع كريمات العين اللي جربتها في ايفون. واخر 3 منتجات معانا في الفيديو بتاعنا النهارده هو الشامبو اللي بالتفاح من اللاين بتاع ايفون ناتشورال كيدز. انا كلمتكم عن اول منتجين في بدايه الفيديو. الشامبو بتاعنا دوت رائع في ان هو ما بيخليش الاطفال تدمع، نو تيرز، بالاضافه ان هو ريحته ريحه التفاح الاخضر، حتى لونه اخضر مش زي ما هم رسمين عليه كده تفاح احمر. بينظف الشعر بعمق جدا، رغم ان هو حجمه 250 مللي بيقعد حبه حلوين، لان انتي ما بتستخدميش حبه كتير، لان هو بيبقى مخصص للاطفال وبيكون امن من سن 3 سنين، تقدري تستخدميه للطفل بكل امان. فانا بصراحه انصح بيه جدا للاطفال. انا كنت جايباه لبنوتي بس خلاص بنوتي كبرت دلوقتي، بقت بتستخدم المنتجات بتاعت ادفانسد تكنيكس و ايفون ناتشرالز وايفون كير، يعني بتستخدم خلاص، هي شايفه نفسها كبيره، بتستخدم الحاجات زي بتاعت مامي. تاني حاجه البابل بيس الرائع ده اللي بطل ينزل معرفش ليه، اللي هو اسمه ووتر ميلون جوس سبلاش، وهو ريحته كانت بالظبط عامله زي ريحه لبان ترايدنت بالبطيخ، ريحته منعشه وجميله، والعبوه كانت جميله جدا، ويجي كان حجمها 250 مللي. كان منتج رائع وبيعمل رغاوي كتير وريحته حلوه قوي للناس اللي بتحب ريحه البطيخ، ومنعش جدا في الصيف. معرفش ليه هو كان ليميتد اديشن، يعني ده من الحاجات اللي كانت محققه مبيعات عاليه قوي في الشركه. اتمنى ان هو يتوفر تاني. والرائع بزياده التحفه ده اللي انا مخلصه منه 2 أو 3، لان انا مش بستخدمه لوشي بس، انا بستخدمه كمان لجسمي، وهو السكراب بتاع بلانت سبا، المجموعه اللي هي بتاعه معادن البحر الميت. الرائع رائع رائع، بيشيل خلايا الجلد الميتة بشكل رائع. السكرابنج بتاعه لا هو خشن قوي ولا هو ناعم قوي. انا بصراحة بستخدمه لجسمي كله مش لوشي بس، لان انا في الوقت الحالي ما عنديش اي سكراب خاص بالجسم، فبستخدمه للوش وللجسم. اي حاجة للوش تقدري تستخدميها للجسم عادي، لكن مش اي حاجة للجسم تقدري تستخدميها للوش. فانا انصحكم بيه. بصوا انا مخلصة حتى اخر قطرة، يعني زي ما انتم شايفين اهو فاضي مفهوش اي حاجة. ريحته لطيفة كده، ومش ريحة معطرة، بس تأثير ممتاز في النظافة اللي بيسيبها سواء في الوش او انا بستخدمه عموما زي ما قلت لكم لجسمي. بيشيل طبقات الجلد الميت، بيعمل تقشير بشكل لطيف ومرضي. انا بالنسبه لي حبيبات السكراب الناعمه قوي دي مش بتبقى مرضيه بالنسبه لي حتى على وشي، يعني انا بحب حتى السكراب بتاع الوش يكون نوعا ما متوسط، لا خشن ولا ناعم، عشان احس كده بتقشير واحس ان انا وشي نضف بعمق وكده. وفي مقشر رائع جدا نزل معانا في ايفون مؤخرا، انا جربته هكلمكم عنه ان شاء الله باذن الله. برضو حاجه ممتازه جدا من المقشرات اللي حازت اعجابي بشكل يعني جامد جدا. دول كانوا اخر منتجات معانا من الحاجات اللي خلصت، واتمنى ان هي تتوفر تاني، خصوصا زي البابل باس بتاع البطيخ. كان الفيديو بتاعنا اتمنى يكون افادكم، ولو حتى طلعتوا بمعلومه واحده من الفيديو بالنسبه لكم افادتكم. وان شاء الله هجمع لكم حبه ايميتس تانية وفوارغ تانية اول ما يتجمع عندي حبه حلوين، وهكلمكم عنهم ان شاء الله بالتفصيل، ونقول ايه اللي عجبنا وايه اللي ما عجبناش وايه اللي هنكرره وايه اللي مش هنكرره. اي حد كان بيحب منتج وبطل ينزل يكتب لي تحت في التعليقات ايه المنتج اللي هو كان بيحبه سواء من ايفون او اورفلام وبطل ينزل ونفسه ان هو يتوفر تاني، او بارفان كان بيحبه من زمان سواء برضو في ايفن او في اورفلام ونفسه يتوفر تاني. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى يكون افادكم. ما تنسوش اللايك وشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات حلوة كتير وريفيوهات احلى على خير. باي باي.